السلام عليكم اخوتي العزاز، ومرحبا بكم كيف العاده في قناتكم وقناتنا ويل بي نيوز. في هذا الفيديو غادي تشوفوا اول تعليق وغضب كبير للاعلامي الجزائري علي بن الشيخ من بعد هزيمه المنتخب الجزائري والاقصاء ديالو من ربع نهائي على يد المنتخب الاماراتي اللي فاز عليه بضربات الجزاء. وعلي بن الشيخ قال لك بان المنتخب الاماراتي كلاو الجزائر في وسط الميدان، ما خلاوهمش يشوفوا الكره، والمسؤوليه تيتحملها ماجد بوقره في هذه الهزيمه والاقصاء الاقصاء من ربع النهائي. من بعد ما كانوا تيتسناو انهم يلعبوا ضد المنتخب المغربي في نصف النهائي، دابا المنتخب الاماراتي هو اللي غيلعب مع المنتخب المغربي. غنخليكم دابا تشوفوا الفيديو، عطيونا الراي ديالكم في التعاليق، ما تنساوش لايك، بغينا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجمهور المغربي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شوف انت اول مرة تطلع من المينا اعتقد، يعني تروح ملعب، فبيك تقول لي من خروجك من هنا الى الملعب الى هنا عطني شعورك. ايش الاشياء اللي شفتها لفتت انتباهك؟ الخطرة الأولى اللي راح ديجا لهاد نتكلم على الملعب لنا في الطريق، هذا هو الكلام. عطني قصتك اليوم. اليوم نمت حتى الساعة 11 ونص، بعد جا الحلاق حلق لي نعيمة، جا واحد اللي عندي الغرفة، بعد ما التماتك جاز لي صاحبي ورحنا للملعب، لأن رحتوا بالسيارة؟ بالسيارة نعم، باسكو صاحبي عنده سائق. رحنا للملعب باش تلحق الملعب شوية، الطريق شوية مغلوقة شوية. من بعد باش تلحقوا باش ندخلوا كذا، هذاك وضي لحقنا بالفريقين يدخلوا الملعب باش يسخنوا، وقعدنا نشوفوا في المقابلة وشنو كي تدخل وين الصحفيين تقول دخلنا البرد بزاف، برد ها؟ برد وانا رحت هكذايا نعم بالي نرجع بكري، البرد بزاف ما تجيبش تدخل تقعد وين الصحفيين. زين، هذا ما كان. اجواء الملعب حبيتها؟ الملعب روعة، الملعب روعة في كلش. هو الملعب شباب على الدخلة تاع الملعب كيف وين يدربوا، شفت وين يدربوا هذيك الغازون هذاك كيما نقول لك طوب الحطه كاع اللي الدخله تاع الملعب شابه، لان كاين فوارات، كاين بزاف حوايج اللي يخليوك انسان يشوف يقول واقيلا مانيش في الملعب، راني واقف في المتحف. روعه بكل صراحه. كان ودك يرجع فيك الزمن انك تكون لاعب اليوم؟ نعم. حلوك. تكلمنا عليها هذه، لانك تشوف الملعب من الفوق تشوفه صغير وتقول لك كيلي ويمبلي، ملعب ويمبلي هكذا كابيبري. التماتيك هي الاحسن تشوف في هذاك الملعب كرة القدم، تشوف لازم يكونوا فيها لاعبين فنانين بزاف باش تكون المتعة، لان في ملعب كيما هذاك لازم تكون المتعة. يعني معناته انت اليوم ما استمتعت في المباراة؟ اليوم ماشي استمتعنا بيان سور، كانت مقابلة مليحة بين الامارات والجزائر ولكن احنا لو كان تما تشوف البارسا ريال ولا تشوف متعة احسن انكور. يعني اليوم ما في فنانين في منتخب الجزائر والامارات؟ في الامارات كانوا، انا تكلمت على البارح عليها وحذرت بلي الامارات عندهم لاعبين اللي يلعبوا هذوك تاع التولت، هذوك كره صغيره تجري منها وتعاود تتغير. قلت حذرت بلي الفريق الوطني لا كان لازم عليه يعمر الوسط، وما عمرش الوسط، ولهذا بدينا ممكن 10 دقائق ولا 15 دقيقه ولا هابري ولا 20 دقيقه وين سجلنا هذوك هدفين، ولكن كان اوف سايد كما يقولوا. بعد من تما الامارات ولا تحط الكره ولا تلعب بالعقل، وعندهم حاجه مليحه ما يتقلقوش، لعبوا كره نظيفه يعرفوا يخرجوها. وهذه هي اللي احنا الغلطه على حسب رايي الفريق الوطني تاعنا، داولنا الملعب، داولنا الوسط الملعب وتحكموا هما في الكره. الحمد لله اللي كانت عندنا الدفاع كان قوي، عندنا الدفاع اللي قوي كان يتحمل عليه كلش،
ولكن احنا كان عندنا الا اللاعب هذاك فيكتور اللي كان هو اللي اللي دافع بين يدير دفاع بين الوسط وبين المدافعين، ولكن الاخرين داروا الدور تاعهم، ولكن داروا الدور تاعهم كيدافعوا شويه برك، من الهجوم ما يجيبوش الزايد كي بنزيه كي بندبكه. هما الامارات لا كي تشوفهم يلعبوا كاع صحاب الوسط تقول كتله الحاجه كاع تمشي كيف ماشي قال الجهه تمشي والجهه لا. في هذه اللي هما تغلبوا علينا في هذيك. الهجوم تاعنا كي بدات المقابله عندنا 4، عندنا بولبينا على اليمين، عندنا بركان راس حربه لعب هذاك، وعندنا نقولوا بنزيه اللي في الحق هو اللي يكون قريب ليهم، وعندنا براهيمي. مده الشوط الاول تقريبا شفنا يلعب الا براهيمي، الاخرين ما تحركوش، ما داروش، ما قلقوش الاماراتيين، ما قلقوهمش، شفنا غير براهيمي اللي يقلق في هذاك. ولكن هما الامارات عندهم مدرب، انا ليا مدرب ذكي، لان عرف بلي احنا الهجوم تاعنا كاين الا براهيمي اللي يشد الكره ويراوغ ويكسر المدافعين في الكونتر بي تاعو. حط له لعاب وين كون معاه ما خلاش، وكان معاه ما مخشين معاه في اللعب، وهذا في حقه. ولكن الاخرين ما تحركوش، كي ما يتحركوش هاد الثلاثه وتزيد صحاب الوسط الميليو تيرا كما يقولوا اللاعبين تاع الوسط الميدان ما يلعبوش، ما يعاونوش صحابهم، ما ننجموش نديروا خطاره عليهم هما. وعندنا الرواق الايمن المدافع كان ما يطلع يا ربي في مقابله كاع طلع ممكن 4 خطرات او 5 خطرات. قالوا كون نورمالمون لا لازم يطلع. انا كنت نشوف على كل حال المدرب هو حر، هو دار عليه المجهود تاعو والله غالب، هذه كرة القدم. مي انا كنت نشوف ما ندخلوش مع اماراتيين كي قلت لك يعرفوا يلعبوا كرة القدم، يعرفوا يشدوها. انا كنت حاب ندخلوا 4-4-2، نخلي بولبينا ونخلي براهيمي القدام ونعمر الوسط باش ما نخليهمش يخدموا، خاطر لازم تكسر لهم هذيك الخدمه هذيك باش تتغلب عليهم. احنا هما ولاو يلعبوا كره كما يلزم الحل، يخرجوها وتغلبوا علينا في هذه. ومام بس انا ما اشوف ان منتخب الجزائر كان سيء، كان منتخب كويس اليوم. نعم انا اقول لك باش نتغلبوا عليهم كان كويس. انت وصلت معاهم ركلات ترجيح. اسمح لي، انت اخر دقيقه 90 من زمن المباراه هجمه الجزائر لولا الحارس الاماراتي انت كنت فايز كابتن. انت شفته ولا ما شفته؟ 120 120 هذه خالد هو ريحنا يوم خلى بولبين على اليسار وابراهيمي على اليمين، يعني بعدهم علي بن الشيخ الخطوره. كابتن هذه لو انت مسجلها شفتها هذه كان وضع مختلف. انا نتكلم لك لو لعبنا بهذه الطريقه على حساب رايي ممكن اني غلط، بالطريقه هذه ما خليهمش يلحقوا يسجلونا. حارس ممتاز، حارس الامارات ملاح ممتاز، ملاح جدا ممتاز، قوي ما شاء الله. ملاح ما مشى على المليح تاعنا هذا، كان ملاح خدم جبد وحده مع الاخر، مع الوقت الاخر ما نعرف شحال بقات النهايه، كان جبد لهم وحده مليحه. ولكن انا كان نقول لك هكذا، انني لو كان لعبنا بالطريقه هذه ممكن كنا نقعدوا 1-0، باسكو الهدف اللي سجلوه بالخدمه، وراحوا سجلوا ماشي ضربه من البعيد، ولا سجلوه بالخدمه صح. وغلطونا لو كان عمرنا لهم هذاك ما يخليوهمش يخدموا، ما محال. وما في التغيير جاب لي ربي، انا مدراي على كل حال. كيما ابراهيمي مد بزاف وتعب، ابراهيمي في الحق ما كانش يكمل المقابله، يخرج لان تعب خلاص، مد كلش اللي واش عنده، عمل كل شيء في المباراه. دار كل شيء، يخرج باش يدخل واحد اللي ينجم يكون فري صغير، ينجم يجري، ينجم يدافع، ينجم يلعب. ابراهيم يتعب ولا قاعد في الجهه اليسرى ويستنى الكره ويعاود يمدها. ما في التغيير تاع بندبكه كان يخدم دفاعيا، خرجوا دخل دراوي يحب يطلع للهجوم، وهو ماهوش انسان تاع الهجوم. دراوي مليح يجري يدافع شويه، يعاود يجيب الكره يمدها.
انا نظن كاين غلطات، ولكن هذه كره القدم يكونوا فيها الغلط. محمد الحماري، منتخب الامارات يستحق الفوز؟ والله لا شك يعني على العطاء اللي اليوم، لكن لو تسمح لي ابو جاسم قبل الحديث عن الامارات اتكلم عن البطوله اللي تكلم فيها حبيبنا احمد الرواس وعمار. صراحه هذه البطوله بالمستويات اللي قدموها ما شفنا مثلها ابدا، وانا اتوقع ان المستويات اللي قدموها على اقل الفرق العربيه اللي في اسيا ما قدموها حتى في تصفيات كاس العالم. شفنا تنافسيه كبيره بين اللاعبين بشكل غير مسبوق، وانا حقيقه يعني اقول للاعبين ما لهم اي عذر في انهم ما يقدمون المستويات، سواء اللي قدموها في دور المجموعات حتى النهائي. كل الاشياء اللي يتمناها لاعب كره قدم في بطوله موجوده هنا. تتحدث عن التنظيم، تتحدث عن الملاعب، تتحدث عن الحضور الجماهيري والشغف اللي عند الجماهير قبل لا يكون عند اللاعبين. هذه الاجواء هي اللي تخلق لك اللاعبين وتخلق لك اداء وتنافس كبير. علشان كذا انا اقول حقيقه اتمنى اوافق مع حبيبنا عمار، وذكرها أكثر من شخص وذكروها الجماهير والإعلاميين بشكل كبير. نتمنى إذا هذه المستويات تقام بمثل هذا الشكل ومثل هذه المحبة ومثل هذه التنافسية العالية، أتمنى أن تكون سنتين بدلا من 4 سنوات. كل سنتين تقام مثل هذه البطولة ومثل هذه الأجواء ومثل هذه التنافسية. أنا أعتقد أن كرتنا العربية يعني ستذهب إلى مكان أبعد، واعتقد اللي حصل لمنتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب الجزائر هذه دروس. اعتقد يحسبون حسابهم في مثل هذا الموضوع، وبانهم بيقدمون في البطولات القادمه تنافسيه مختلفه. اما بالنسبه لمباريات اليوم، ابارك للاردن وبارك للامارات حبيبنا عثمان وحبيبنا احمد، ونقول هارد لك النشأت وحبيبنا الشيخ علي. بحقيقه انا اقول من زمان يا ابو جاسم منتخب الامارات تحديدا، اعتقد انه من سنه واتفقنا على بداية البطولة أنه يقدم مستويات كبيرة ورائعة جدا، ولكن للأسف النتائج ما كانت تخدمه. حتى في تصفيات كأس العالم كانت الإمكانات الفردية للاعبين واضحة وبشكل فارق عن الجميع، ولكن للأسف أنه كان يعني نوع من الانسجام، نوع من الخبرة لدى بعض اللاعبين هو اللي خانتهم في مراحل كبيرة، سواء أمام قطر أو حتى أمام العراق. نتمنى إن شاء الله في الجولات القادمة وفي الأدوار القادمة حنشاهد تنافسية ومستويات أروع بكثير من اللي شفناه حقيقة إلى الآن. وجبات دسمة تقدمها لنا المنتخبات العربية بشكل مختلف، وإن شاء الله يكون حليف المنتخبات العربية نجاح والتوفيق. علي بن الشيخ، نعم. في أخبار الآن في الجزائر في أوساط إعلامية أن مجيد بوقرة غادر المنتخب الجزائري. لا، حضرت انا في كونفيرنس دو بريس اللي دارها، اعلنها. هو اعلن قال هنا اليوم النهايه تاعي خلاص. اعلنها وقال لهم اللاعبين انا نتحمل المسؤوليه، اللاعبين داروا المجهودات تاعهم، كان كوريكت كما يقول. وش رايك انت؟ هل هو يعتبر قرار موفق؟ هي مشكل ماهوش دوك في المدرب يقعد او يعتقل. هل الفريق هذا باع هذا كما يقولوا؟ هل عنده مستقبل؟ كيف ما عنده مستقبل؟ إذا أنت اليوم مستدعي عادل بلبينة للمنتخب الجزائري الأول، ممكن 1 أو 2 نسيته. هذا ما كان، هذا هو نوع التدريبات تاعها. ما كاش المنافسة، ما كاش مقابلات يكونوا من القدام. تحب له 3 سنين 3 سنوات 3 سنوات. واش راح يدير في 3 سنوات؟ بس الأحسن ولا الفيدرالية تخمم، هما ماشي انا، ولا الفيدرالية تخمم تقول ممكن بوقرة نسحقوه المستقبل في الفريق ألف، من الدرك يجيبوه قدام المدرب بيتكوفيتش مساعد، بس يساعدوه باش يخدم، باش ولا راح من بعد هو قال ما راح اشتغل مع بيتكوفيتش. هو نعم، قال انا مدرب رئيسي، لن اعمل مع بيتكوفيتش كمساعد، وما راح يعمل معه كمساعد. هو اعلن مقرر من قبل. نعم، قال لك انا مدرب رئيسي. وبعدين كابتن هو لعب 19 مباراه مع المنتخب الجزائري، لم يخسر ولا مباراه. جميع المباريات حتى اللي فيها خساره بعد ركلات الترجيح، يعني مش انه بيتكوفيتش نهائي الشان 2022 عفوا بركلات الترجيح، 2025 ربع نهائي الشان ركلات الترجيح خرج، واليوم خرج بركلات الترجيح. 19 مباراه هذا المدرب لم يخسر. لا، مجد بوقرة ايه ما خسرش. يعني داكور معك ما خسرش. انا نتكلم مستقبل تاعو
في هذا الفريق با انا الفريق با ما نشوفش عنده. اذا انت مع تقديم استقالته بالعربي؟ هو الاحسن انا ليا والو بيتكوفيتش ما يحبش يجيب الناس تخدم معاه، عنده الفريق تاعو اللي يخدم معاه وتحبس، ولكن رئيس اتحاديه يتكلم معاه ويقربوا الفريق الف ويكمل يشوف يتابع واش هو يخدم وكذا، لان بيتكوفيتش قال لك في 2000 موجوه هذا مونديال يخلص الكونترا تاعو، العقد تاعو يروح. اذا انت طالب بمجيد بوقره انه هو يكون مدرب المنتخب الاول؟ لا انا ما طلبتش، ما طلبش انا شكون يكون مدرب. لا كرأي فني. انا ما فهمت عليك. انت تقول ان بوكوفيتش راح يقول ان انا بعد كاس العالم 2026 ينتهي عقدي مع المنتخب، وبعدين قلت لي والله انه هو مجيد ممكن يكون موجود في المنتخب الاول. لا سامح لي، انا نقول قلت لي بوقره هل دار يصرح ويقعد او يروح؟ نعم. قلت لك دار قال اليوم في الكونفيرونس دو بريس بلي خلاص النهايه تاعي. انا برايك الفني هل انت مع بقاء او ذهابه؟ انت وضحت لي ان المنتخب هذا ما له مستقبل كابتن. انا ليا من مدربين انا ليا المدرب بوقره ولو يقعد منا يلعب في رئيس اتحاديه يقعد، لازم يجيب معه كاناتيك مدربين اللي يعاونوه، ويجيب مدربين اللي عايشين في الجزائر، لاعبين اللي يلعبوا في المستوى العالي وعندهم دبلومات عندهم كل شيء، لازم يجيبهم معه، لان دوك الفريق تاعو ليكيب تاعو اللي راه يتخدم معه تقريبا كاع جايين من فرنسا. لازم هذاك الخلاط هذاك باش اختلاف الراي رحمه يقولوا. دونك انا نظن لازم يعاون روحه بناس هكذايا، ما تنجمش. او اليوم دار هل نقولوا بوقره اللي غلط؟ دار غلطات في لي شونجمون، كي خرج بن دبكه ودخل دراوي، دار غلطات. مي حنا كي كنا نشوفوا من الدراجات شفنا بلي دراوي واش دار المدرب نود ادم والناس يسخن، نودهم يسخنوا زوج او ثلاثه، ومن بعد ناض يسخن ادم والناس، ومن بعد تكلم معاه المساعد المدرب اللي هو كان لاعب قديم معاه، تكلم معاه شفنا، من بعد عاود تغير، عاود قال الاخر عاود قعد ودخل واحد اخر، تسمى الكلام تاعو هو اللي بدل له الراي. هنا اللي الاختلافات شويه هي في الحق كانوا من كي يتكلم معاه واحد ما يشوف، وحنا كنا نشوفوا بلي هذاك اللي فات اللي تكلم معاه غير له الراي تاعو، عاود نحى الاخر، عاود لبس تتقدموا الناس نحى جيلي هذاك حطوه بدا يسخن، من بعد قالوا لا عاود دخل. تغيرات هذوك شويه، يعني كل مباراه لها ظروفها كابتن. بس انا في المجمل العام عمار مدرب يلعب لي 19 مباراه، يحقق 16 انتصار، 3 انتصارات يخسرها بركلات الترجيح، يبقى وإن كان إن بعد سنتين أقرب منافسة للجزائر تصور في هذا المنتخب. ما نستغناش عليه، وممكن يكون له مدرب يعني مستقبل مكان يعني بيركوفيتش. واني ضد انه معناها بوقره يمشي مساعد مدرب البيركوفيتش، خاطرني بيركوفيتش يمكن كنت مرنت عنده في سويسرا ونعرفه يعني تفكيره كيف. ما يخليش حتى المساعد يدخل معاه، وما يحبش الشخصيات، يعني ما يحبش بيركوفيتش، ما يحبش لاعب ولا حتى مساعد عنده شخصيه، يعني صعب برشا. يعني من المفروض انه يحاولوا يستحفظوا على بوقره، ولكن ما يكونش مساعد، يلقاو اي حل. يعني هو رافض انه يكون مساعد، هو يقول لك انا مدرب اول، اسمح لي. هو ما نجمش امكانياته، هو راهو حتى من ناحيه اللي نجيو للتاريخ راهو ماهوش بعيد برشا على بيركوفيتش. يعني بيركوفيتش لو نستثني يعني سويسرا كان مدرب للمنتخب السويسري، يعني ما فماش الحاجه اللي ما عمل يعني حاجه كبيره. بعد حتى في لازيو يعني نتائجه كانت متوسطه، ولكن اني ننصح انه ابن الجزائر ويعرف المنتخب ويعرف البلاد كما يقولوا الجزيريه، ويعرف الاجواء، بشويه يطوروه، يحاولوا يستحفظوا عليه مع الاحاطه. نجم يقعد يعملوا فريق، يشوفوا له اي صيغه باش يقعد في
في المنتخب الجزائر، خاطر يوما ما باش يحتاجوه يعني. كما شفنا الخوت غضب كبير للاعلامي الجزائري علي بن الشيخ من بعد الهزيمه والاقصاء من ربع النهائي على يد المنتخب الاماراتي اللي كانوا داخلين صراحه حاقرينه وداخلين يقولوا بانهم غيفوزوا على الامارات. في الاخر صدقات الامارات فازت عليهم بركلات الجزاء، وكانت الامارات تفوز في المباراه لولا حرمهم الحكم من ركله جزاء واضحه. في الاخر ديال المباراه كانوا غادي يساليو بها الماتش وغتكون هي اخر كره، ولكن الحكم ما بغاش يعطي هاد ركله الجزاء، وفي الاخر مشاو الاشواط الاضافيه وعاد في ركله الجزاء المنتخب الاماراتي صدق هو اللي ربح، وصراحه كان تيستحق. كنا شفنا يعني الاعلام الجزائري قبل ما يلعبوا مع الامارات يعني البارح قال لك بان تيتسناو غادي هما اللي يفوزوا، والمشكل اللي عندهم هو ان المنتخب المغربي غيرتاح نهار زايد على المنتخب الجزائري. في الاخر صدقوا ما ارتاحوا لا نهار لا يومين، صدقوا مشاو بحالهم وتقصاو من ربع النهائي، والمنتخب المغربي غادي يواجه في نصف النهائي المنتخب الاماراتي. خوتي العزاز تبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.